على بالي بلي راهي تالفت لكم واش طيبوا اليوم. جبت لكم هذه المملحه الاقتصاديه بدون لحوم، سهله مهله وزيد اقتصاديه وتجي بنينه بزاف. ها كندلو شويه من الحشو تاع اللحوم. نبداو بالحشو تاعنا، نخلوه يبرد. نحتاجو حبه فلفل حار وحبه طوماطيش وحبه بصل وحبه زروديه مقطعين صغار مع سنينه ثوم وتوابين تحقوا الملح فلفل كحل وعكري وطوماطيش كونسونطري. نخلطوهم مليح ونزيد لهم غرفه صغيره تاع سكر باش نحو بها لاسيديتين تاع الطوماطيش. نطيبوهم حتى يولي لنا الحشو تاعنا معسل. نروحو نديرو العجينه تاعنا السهله اللي تجي بدون اختمار. نحتاجو فيها نص كاس ماء مع حليب، مغرفه صغيره خميره الخبز، مغرفه سكر مع 4 كاس زيت، بياض بيضه وزوج كيسان فرينه. ومن بعد نزيدو لها مغرفه صغيره تاع الملح ونعجنوها ونخلو العجين تاعنا شويه طريه. نسيت ما قلتلكمش بلي نديرو مغرفه تانية تاع خل. راح نطيبها اليوم انا في هذا المول الاسطوري. نحكم ورق الطبخ نقطعه على حساب طول وعرض المول تاعي ونفتح لاباط نتاعي عليه كامل. نحكم جهه ندير فيها الحشو مع فروماج بلون وفروماج رابي ونرجع الجهه الاخرى على العجين تاع الجهه اللي درنا فيها الحشو. ندهنوا الاطراف بالماء باش ما تلصقناش العجينه ونروحوا نديروها لداخل المول. بعدها نجيبوا صفار حبه بيض مع مغرفه خل ونخلطوهم مليح ونروحوا ندهنوا الوجه تاع العجين تاعنا صفار البيضه هذاك باش يعطينا. نديروا لها الخل هنايا باش يعطينا هذاك الاحمرار وندخلوها طيب. صراحه جات بزاف بنينه وخفيفه. ننصحكم تجربوها وما تنساوش ديروا حفظ للفيديو.